تست تست تست. السلام عليكم. الاجازه اللي انا كنت واخدها طولت شويه وغبت عنكم كتير الصراحه، بس ادينا رجعنا اهو الحمد لله، وان شاء الله نحاول نلتزم الفتره الجايه. الواحد طلع من فتره الامتحانات ملوش نفس يعمل اي حاجه خالص، بس يعني الحمد لله. الحمد لله امتحنا وعدينا السنه والدنيا كانت كويسه الحمد لله. انا مبسوط والله ان انا رجعت اسجل تاني واحاول بقى التزم الفتره الجايه. المكان هنا حر بصراحه، فيلا نروح المشوار بتاعنا ونبدأ الفيديو الجميل. Please try again. Please try again. Please try again. استغفر الله العظيم يا رب. Please try again. طيب زي ما انت شفت في عنوان الفيديو، ازاي حليت 99% من مشاكلي. طيب اشمعنى ليه 99%؟ ليه مش كله؟ لان في حاجات انت خارجة عن ارادتك، حاجات انت ما تقدرش تتحكم فيها، لكن معظم حياتك ومعظم الحاجات اللي بتسبب لك مشاكل غالبا انت بتكون السبب فيها، او بيكون ليك ايد فيها انك تقللها او تمنعها. وانا كشخص او كشاب بالاخص بيواجهني كتير حاجات عايز اعدلها او اصححها في حياتي، فقعدت ادور ازاي ازيل الالم ده او احل المشكله اللي انا عايز احلها دي. فلقيت 3 حاجات رئيسيه لو انا اشتغلت عليهم هيحلوا معظم المشاكل اللي انا عايز احلها او الحاجات اللي انا عايز اعدلها. يا ترى ايه هم الوحدات الرئيسيه اللي انا لازم اشتغل عليهم؟ ببساطه هم 3: الجسد والعقل والروح. لو ظبطت ال3 دول هتلاقي معظم المشاكل الفرعية في حياتك بدأت تتحل واحدة واحدة. وزي ما انت شايف احنا هنا في الجيم عشان بنظبط الجسد. عليا النهاردة تمرينة ظهر، وهحاول في وسط التمرين اشرح لكم ازاي الرياضة او ان انا احسن جسمي بدأ يحل لي مشاكل كبيرة في حياتي. الموضوع سهل وبسيط، الموضوع بس عايز شوية تفكير وتشغيل دماغ. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. طيب ال3 وحدات اللي احنا اتكلمنا عنهم هم العقل والروح والجسد، ال3 بيشيلوا بعض. ازاي؟ يعني لو واحدة فيهم اتحسنت بتحسن التانيين برضو. طيب هنبدأ بأول حاجة الرياضة. ازاي لو انا حسنت الرياضة هتحسن عقلي وهتحسن روحي؟ بص، اول حاجة الرياضة لما انت تلعب رياضة. طيب لو انت بتلعب رياضة دي بتقلل نسبة ظهور المشاكل في جسمك، المشاكل الصحية دي حاجة بديهية طبعا كلنا عارفينها، واي حد عنده مشكلة صحية او مشكلة في جسمه الله يعافينا كلنا بتكون هي مشكلته الاولى لحد لما يحلها، مش بيكون شايف غيرها. فدي اهم حاجة لازم انت تركز عليها، انك تحسن جسمك. يبقى انت كده اول حاجة قللت ظهور المشاكل الصحية، مش كلها طبعا، لان في مشاكل صحية مش متعلقة بلعب الرياضة. ممكن كنت بتلعب رياضة بقالك 10 سنين وبرضه يظهر لك مشكلة صحية، دي حاجة من عند ربنا. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. معظم الكلام ده الناس عارفاه، الناس عارفة ان الرياضة بتحسن جسمك وبتحسن صحتك، كلام بديهي يعني. بس الناس ما تعرفوش والناس غافلة عنه شوية، ان هي بتساعدك في تظبيط عقلك وتظبيط روحك، انك تظبط عقلك وتظبط روحك. ازاي؟ لما انت تلعب رياضة، يعني احنا كمان كشباب عندنا طاقة زيادة شوية، فالطاقة الزيادة دي بتعمل تشتت، الواحد مش عارف يعمل ايه. فلما الواحد يتشتت بيحصل له حاجة اسمها اناليسيس باراليسيس، ما يعملش حاجة خالص، يحصل له شلل. طيب فانا لما اروح العب رياضة، مش لازم جيم يعني عشان انا في جيم، لا، لما انا العب رياضة الطاقة دي بتروح في مكان معين، بتبقى طاقة صغيرة، طاقة قليلة. حتى تلاحظ اللي بيلعب رياضة او بيروح جيم بيرجع بعد الجيم دماغه صافية، دماغه هادية، بيشتغل على الحاجة اللي هو عايز يشتغل عليها ودماغه صافية كده ورايق. مش زي قبل ما، يعني أنا كواحد من الناس قبل ما أروح الجيم بكون مصدع،
مش عارف اعمل ايه. بعد ما اخلص بحس ان الدنيا اتغيرت خالص، بحس ان انا رايق، بحس ان انا هادي اكتر. حاجة كمان بتعلمك الالتزام، بتعلمك ان انت تبقى انت المتحكم في يومك حتى لو كل حاجة بايظة. يعني انت لو ملتزم كل يوم مثلا تلعب ساعة رياضة وملتزم بيها جدا مهما كانت الظروف، هتعلمك ازاي تتحكم في يومك مهما آه، مهما كانت كل حاجة حواليك متبهدلة، كل حاجة بايظة، يومك بايظ، بس برضو الحتة دي انت عايزها. وده هيودينا الحتة في الجزء بتاع الروح. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت. حاجة كمان أنا لاحظتها عليا وعلى كتير من الناس قريبة مني، إن لعبك للرياضة هيقربك من ربنا وهيقربك من دينك أكتر. إزاي؟ معرفش إزاي الموضوع ده بيحصل، مفيش سبب واضح قدامي، مش شايف سبب واضح. بس ممكن لأن اللي بيلعب رياضة ده، الشخص اللي بيلعب رياضة بيبقى عايز يطور من نفسه بشكل عام، وأهم حاجة أنت لازم تطور فيها نفسك هي علاقتك بربنا وعلاقتك بالدين. طيب احنا اتكلمنا عن الجزء الجسدي، طيب تعالى بقى نتكلم على الجزء بتاع العقل. ليه انت لازم تنمي عقلك؟ تعال نشبه العقل ده بعضلة من عضلات الجسم. لو انت ما استخدمتهاش بتضعف او بتضمر او مستواها بيقل بشكل من الاشكال. فانت لازم عشان تنمي عقلك على طول لازم يكون في نشاط عقلي، مثلا شغل او دراسة او تعليم باي شكل من الاشكال. آه، ده بينمي شغل دماغك وبينمي قدرتك على حل المشاكل، برضو بينمي تفكيرك، بينمي معاملتك مع الناس. لازم يكون عندك ذكاء كتب وذكاء شارع. ايه هو ذكاء الكتب؟ ان انت تبقى مثقف. ذكاء الشارع ان انت تبقى بتعرف تتعامل مع الناس، بيسموه الذكاء العاطفي تقريبا. لازم يكون عندك الاتنين دول. فده الجزء بتاع تنمية العقل. ليه انت لازم تنمي عقلك؟ ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء. طيب هنيجي بقى لآخر جزء اللي هو الجزء بتاع الروح. ازاي تحسن الجزء الروحي؟ ببساطة هتقرب من ربنا وهتحاول تحسن التزامك بالدين. طيب ايه العائد اللي عليا اللي هيجي بسبب ان انا اهتم بالجزء الروحي؟ مثلا اول حاجة هيقلل لك الضياع والتشتت اللي هو عندك، الضياع الداخلي. هيعرفك هدفك. البني ادم طول ما هو مش عارف هدفه في الحياة، او احنا كلنا عارفين الهدف بس بنضيع عنه، بنتشتت عنه. الاحصائيات عندي في القناة بتقول ان احنا معظمنا اللي بيتابعوني شباب، وانا برضو شاب زيكم. فاحنا كشباب بنتلهي بمغريات الدنيا وشهواتها وكده، وبنرجع نخطأ وبنتوب والكلام ده. طيب احنا عارفين الهدف، كلنا عارفين الهدف بتاع الحياة، احنا مخلوقين ليه؟ ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب انا لما احيد عن الهدف، لما اتشتت عنه، التشتت والضياع ده هو اللي بيعمل معظم الاضطرابات النفسية. ان انت تركز على الهدف الرئيسي، ان انت تعبد ربنا وتقرب منه، وبقية الاهداف تبقى اهداف فرعية. يعني انت مش مخلوق في الدنيا عشان توري الناس قد ايه انت مثالي، قد ايه انت شاطر، قد ايه انت ذكي. انت مش مخلوق عشان تتفشخر، انت مخلوق عشان تعبد ربنا. فان انت لما تركز على الهدف الرئيسي ده وبقية الاهداف تبقى اهداف فرعية. ربنا ما قالكش مثلا اطلع دكتور او مهندس، ربنا ما قالكش مثلا كون احسن واحد في مجال كذا، لا، قالك اعبدني. فانت لما تعمل الحاجة اللي عليك وتبقى عارف انك حاسس انك بتعملها كويس، فده هيديك شعور بالرضا. شعور بالرضا، شعور الرضا ده دايما بيخليك سعيد وعندك صفاء ذهني وفرحان. فده العائد اللي هيجيلك لما انت تحسن الجزء الروحي اللي هي عبادتك ودينك. دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم
فاكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ممكن برضو زي ما احنا قلنا ان الرياضة بتعلمك الالتزام، فانت لما تلتزم بشيء معين الالتزام ده بيتبني في حاجات تانية زي علاقتك بربنا وعلاقتك بدينك. خلي بالك برضو انت كشخص مسلم هتتسأل عن جسمك، وجسمك وصحتك الحاجة الوحيدة اللي انت لازم تستثمر فيها. اكيد لازم تستثمر فيها لانك هي دي الحاجة الوحيدة اللي انت عايش فيها. لو انت ما خصصتش وقت، بلاش مش هقولك في اليوم لان ساعات الواحد بيتشغل وما بيبقاش فاضي طول اليوم خالص، لو انت ما خصصتش وقت في الاسبوع تهتم بجسمك فانت كده بشكل او باخر بتسرع ان جسمك يبوظ او يمرض او يحصل له تلف باي شكل من الاشكال. ده غير بقى الحاجات التانية اللي انت لو انت شخص فاهم دينك صح هتعرف ان دينك بيعلمك كل حاجة. بيعلمك ازاي تتعامل مع الناس، ازاي تتعامل مع والدك ووالدتك، ازاي تكون اخلاقك في الشغل، اخلاقك في التجارة، اخلاقك في مكان العمل. هيعلمك كل حاجة فعلا. عشان كده بقولك ان الجزء الروحي اهمهم اللي هو الجزء الديني، لان دايما اي مشكلة هتواجهك في الدنيا هتلاقي حلها في الدين، وهتلاقي ان الحل بتاع الدين احسن حل وانسب حل. يعني الواحد لو استفاض في الموضوع ده مش هيخلص لان الموضوع كبير وموضوع جميل جدا ومتشعب. بس الناس بتدور في لحلول المشاكل في مكان غير محلها، والدين هو أنسب حل للمشاكل دي كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا